الله صالح للمستقيمين، صالح لأنقياء القلوب. كادت قدماي أن تزيغان لولا قليل لزلت خطواتي. حين غرت من المتباهيين ورأيت الأشرار في سلام، هم لا يقاسون الشدائد وأجسامهم سليمة سمينة، لا يتعبون كسائر الناس ولا يصابون مثل البشر، لذلك تقلدوا الكبرياء وارتدوا ثياب العنف. عيونهم جحظت من الشحم وقلوبهم جاوزت كل شكوى. يستهزئون وينطقون بالسوء ويظلمون ويتكلمون باستعلاء. يجعلون أفواههم في السماء وألسنتهم تسعى إلى الأرض أو في الأرض. يشبعون من الأكل حتى التخمة وإلى الماء لا يعطشون. يقولون: كيف يعلم الله؟ وهل عند الله العلي معرفة؟ هؤلاء هم الأشرار والهائنون. الله معكم أخوتي، أهلا وسهلا فيكم. سلام الرب يسوع بقلوبكم بحلقة جديدة من برنامج حكاية قديس، منبلشها على اسم الآب والابن والروح القدس، آمين. إنجيل الرب. طبعا كنت عم بقرأ من سفر المزامير. اليوم حلقتنا مفروض أنه حتى نقراها نبلش بسفر المزامير ونغوص هيك برحمة الله وبمحبته، وأنه الله لا، يا أيها المتكبرون والمستهزئون، الله العلي هل يرى؟ هل يسمع؟ نعم، يرى ويسمع. يرى المتكبر والمستهزئ ويخلص التائب. هيدا هو الرب. ربنا حنان، قلبه حنين، ربنا حنون، الرحمة الإلهية. ربنا اللي قال عنه مرمطانيوس: أنا ما بخاف من الله، أنا بحبه لله. هيدي هي الرحمة الإلهية، هيدا هو الله. هيدول هن المؤمنين، وكل من يؤمن بالله يخلص. المستهزئ، المتكبر، والغشاش والطماع والسارق، هول كلياتهم بيقولوا الله ما عم بيشوفنا، الله ما عم بيشوفنا. كمان بيقول المزمور: عيناي الله ترى في الظلام تخرق الظلام. عيون الله بتخرق الظلام وبتشوف. هيدي هي عيون الله، بتشوف، تخرق الظلام، بتشوف الليل، بتشوف النهار، بتشوف وين ما كان، بتشوف جواتك وجواتي. من جديد سلام الرب يسوع من قلوبكم. صراحة هالحلقة عزيزة على قلوبنا، عزيزة على قلبي أنا شخصيا، لأنه رح نحكي اليوم. بنحيي كمان أهلنا بالعراق. بدنا نحكي اليوم تحرير الموصل. مبروك عليكم تحرير الموصل أخوتي. كمان شاركوا معنا اليوم. رح تمرق أرقام أو رقم الهاتف. كمان بحب أنه تشاركوا معي. الحلقة هي مباشر، كل حلقاتنا مباشر. نطلب شفاعة قديس، نصلي سوا بشفاعة القديسين، وخذ أصدقاء لك. بيقول الإنجيل: من القديسين، خلي يكونوا أصدقائك القديسين، حتى بس تروح على الحياة الأبدية يستقبلوك ويعملوا لك مظال هنيك. هيك بيقول الإنجيل، مش أنا بقول. خذوا لكم أصدقاء القديسين. أحلى وأوفى الأصدقاء. القديس ما بيخونك، ما بيكون صديقك اليوم وبيغدرك بكرة وبيطعنك بخنجر. القديس ما بينسى إذا كان فقير هو إياك وهو اغتنى حيتركك، لا. القديس غني بنعمة الله وبرحمة الله، هيدا هو غناه. وكل ما يغنى برحمة الله وبالعلاقة مع الله، كل ما حبك أكتر وسهر عليك أكتر وشافك أكتر. مش مثل الصديق اللي بيتركك وبفل وبيتغرب بطل يسأل عنك. هيدا الصديق غير هيدا الصديق. أصلا هيداك ما بيكون صديق. شو هو الصديق؟ الصديق القديس، الصديق اللي بيعاملك منيح وبيحبك على طول. هيدا هو القديس. خدوا أصدقاء قديسين أخوتي، خدوا أصدقاء عن جد يكونوا على طول معكم ويحسوا فيكم. اليوم رح نحكي عن إنسان صديق وصديق. اليوم هو مار بهنام وأخته سارة. ما بنقدر نقول مار بهنام هيك على الحل بدون ما نذكر سارة. ليش؟ هلأ بنعرف من قصة مار بهنام وسارة. واليوم كمان أنا بدي أعيد الكل بداية أسبوع طبعا وحدة الكنائس اللي عم نصلي لها يوم بعد يوم. وحدة الكنيسة، وحدة الكنيسة. للأسف الكثير ما بيتذكروها إلا بهالأيام هيدا، وما بيتذكروها إلا أسبوع. يعني أنا ما بحس إنه هي منا عيد ميلاد حتى نروح نعيد الواحد مرة بالسنة ونرجع نفل. ليش أصلا وحدة الكنيسة بتوقف اليوم بهالأسبوع؟ وحدة الكنيسة بس أسبوع واحد بكل يوم، بكل قداس عم بيقوم فيه الكاهن. إلى أخوة الكهنة هالرسالة: بكل قداس عم بيقوم فيه كل إنسان
بده يذكر كل الكنايس، بده يذكر الكنيسة الأم، مش بس بوحدة أسبوع الكنايس. بدنا نذكر الكنيسة الأم على طول. لما عم نذكر الكنيسة كل يوم، أرثوذكس، كاثوليك، بروتستانت، أرمن، عرب، مين ما كان، نعم في كنيسة عربية موجودة، الكنيسة العربية ما حدا أبدا يفكر أنه ناسينا. كنيسة عربية موجودة، الكنيسة الأرمنية موجودة، السريانية موجودة، المارونية، كل الكنايس اللي عم يذكروا بعضهم اليوم وعم يتباوسوا على المذبح، لازم كل أيام السنة نذكر بعضنا. نحن كنيسة وحدة باسم ربنا يسوع المسيح. هل المسيح صار 18 طائفة؟ هل المسيح صار 20 طائفة؟ هل المسيح صار عدة كنايس؟ المسيح واحد، الآب واحد، روح القدس واحد، شايفنا كلياتنا. حلوة التعددية أكيد، إنما يجمعنا رب واحد، كنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية. مش كل واحد عنده كنيسة، لا، هي كنيسة وحدة. يعني إذا أنا عم بقول إنه 5 شباب أنتوا بالبيت تجوزتوا وكل شاب راح فتح بيت، شو بتصيروا؟ بتصيروا 5 بيوت؟ لا، غلطانين كتير. بعدكم بيت واحد، بعدكم من آل فلان وآل فلان، آل حداد، آل خوري، آل كذا، بعدكم بيت واحد، ربكم يسوع المسيح، كنيستكم وحدة. قد ما تعددتوا، قد ما تعددت اللغات، واحد بيصلي بالإنجليزي، واحد بالعربي، واحد بالسرياني، واحد بالأرمن، إيه، بس أنتوا كنيسة واحدة، ما تجزئوا أبدا بعضكم. اليوم بأسبوع الوحدة عم نحكي هالأمر، بس أنا كل أيام السنة عم بحكي هالأمر، ويمكن في كتير حلقات من حكاية قديس بنطلع أوقات وبنقول إنه ربنا رب واحد للكل. أبدا مش صحيح إنه. وبعدين بالسماء، يعني عقولة القصة اللي صارت عن جديد بعجوبة القديسة رفقة اللي صارت عن جديد، لما في واحد هولندي عم بيقول لها كيف عم تحكي معي، لما شاف عم بتقول له ليه ما أخذت صورتي؟ قال لها أنا ما بعرفك. قالت له أنا رفقة من لبنان. قال لها كيف عم تعرفي تحكي معي؟ قالت له قال لها بالسما بتحكوا لغتنا، بتحكوا انجليزي عربي؟ قالت له بالسما بنحكي لغه وحده، هي لغه الحب، لغه المحبه، وانتم بتسمعوها كل واحد بلغته. لغه واحده ليسوع المسيح. ولما انا شوف برؤيا او شوف بمنام شي مره مثلا عم يحكيني يسوع، شو بيحكيني مثلا؟ بالعبري، بالانجليزي، بيحكيني باللغه اللي انا بفهمها. كنيستنا كنيسه واحده، انتبهوا كثير منيح ما تغيروا. خلينا طالما عم نحكي هيك، وقبل ما نبلش مع مار بهنام حبيب قلبي والقديسه اخته ساره الرائعين، خلونا هيك نسمع، نتحمس هيك ببدايه الحلقه ونسمع نشيد الوحده. بس انا بطلب منكم اخوتي وبصلي، اعملوا معروف على طول، اذكروا بعضكم. انا بصلي يا رب اليوم للارمن، للكويتلي، للارثوذكس، للسريان، بكل شيء، سريان، كاثوليك، ارثوذكس، الموارنه، الارمن، الاشوريين، الكلدان، كل الكنايس خلينا نذكرها على طول بصلاتنا. نسيت يا خيي اسبوع، نسيت شهر، مش مشكله، انما ما ننطر بس هالاسبوع بالسنه ونذكر بعضنا. اعملوا معروف على طول، تذكروا انكم كنيسه وحده برب واحد، ربنا يسوع المسيح مخلصنا واحد. وقروا رسائل بولس بتعرفوا عن شو عم بحكي. خلينا نسمع سوا هيك ترتيله بهالمناسبه هاي عن وحده الكنيسه، نسمعها سوا.
الله بنور الوحد اتجلى وقال لهم عنكم ما بتخلى، والجرأة والحقيقة وسر الخالق والخليقة، روحوا قولوا إني صلى عليها الله قدسها لو بارك نسلها، قال له تكون لوحدها شمعة غيب والشركة وكنيسة 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 للدنيا كلها. ومشينا بأيام الصعبة نحمل أنوارك يا ربي، تفرقنا عدروب الغربة وصرنا الشرق وصرنا الغرب، ربي الهمنا كيف نحبك نعرف وينك نتبع دربك، ساعدنا ارحمنا يا الله صلى عليها الله قدسها لو بارك نسلها، قال له تكون لوحدها شمعة غيب والشركة وكنيسة 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 للدنيا كلها. رجعنا نمشي مش رح نرجع، نمشي خلفك مش رح نفزع، نحكي وكل الدنيا تسمع صوت الحق اللي ما بيرجع، نصرخ بالعالي للوحدي ربي ربي صون الوحدي، ومين بيقدر يغلب الله صلى عليها الله قدسها لو بارك نسلها، قال له تكون لوحدها شمعة غيب والشركة وكنيسة 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 للدنيا كلها. يا ربي صون كنيستنا، صون الأرز وحريتنا، بالوحدة نضمن قوتنا، تكمل يا راعي رعايتنا، يتحدوا كنايس كلها على الأرض اللي عليها صلى، مليون غيري ما في الله صلى عليها الله قدسها لو بارك نسلها، قال له تكون لوحدها شمعة غيب والشركة وكنيسة 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 للدنيا كلها، وكنيسة 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 للدنيا كلها. الله يبارك بكنيسته شرقي وغربي، وكمان هيك رقصة قلوبنا وقت اللي شفنا هالصور هيدي اللي بنعشقها كلنا، يوحنا بولس الثاني وبابا شنودة كمان الراحل. يعني اليوم اخوتي انا ما في اشوف اليوم كنيسة غير كنيسة اقول عنها منا كنيسة. اليوم تحية لكل الكنائس كمان احباب قلبنا الاقباط واللي باضطهاد مستمر هن كمان مثل الكنيسة ككل. بس انا بقول لكم نحن متحدين بقوة ربنا يسوع المسيح، واكيد وايماننا اكيد انه ابواب الجحيم لن تقوى عليها وما بتقدر عليها طالما ربنا يسوع المسيح. ما بنخاف من شيء، ماشيين صليبنا على صدرنا، رافعين راسنا هيك نحو السماء نحو ربنا يسوع المسيح اللي ما بيتركنا ابدا، وماشيين بايماننا
وأبواب الجحيم لن تقوى على الكنيسة وعلى المسيحيين، وبدها تضل جراسنا تدق. اليوم بركة ربنا يسوع المسيح معكم، ومر بهنام وسارة. إذا بهنام أخوتي اللي عم نحكي عنه اليوم أمير من الأمراء الشرق، مر بهنام وسارة. سارة اللي كانت أخته أميرة مدللة جدا. هن اثنيناتهم كانوا أبناء الحاكم سنحريب الوثني، بدنا نشدد على الوثني. سنحريب الوثني كان بهنام بينتصر بكل المعارك اللي يخوضها. طبعا طبيعة الأرض بين بلاد فارس والعراق يصير في كتير معارك. بعد لهلا هنيك قبائل عشائر كانوا كتير يتقاتلوا بين بعضهم. إنما بيذكر التاريخ انه مار بهنام تحديدا اللي كان قائد لجيش بيو واللي سلموا القياده، كان طبعا يطلع معهم على طول، انما اوقات كان يبعث بغزوات صغيره. مار بهنام الشاب الفارس الجميل يروح يجي منتصر بايام قليله، يرجع يبعثوا على معركه اكبر. سنحريب يروح ينتصر ويجي يبعثوا على معركه اكبر. على مره بده يمتحنوا هيك سنحريب، فقال لقائد جيشه خلي عينك على بهنام، رح ابعته هالمره بمعركتين على قبيلتين، او اذا بدكم مثل مفهومها هلا انه عشيرتين، يعني في على منطقه بامراء ثاني او رؤساء عشائر. حط الخطه يا بهنام، حط الخطه حتى يهاجم هالمره منطقتين، له بالعاده يهاجم منطقه ينتصر. كمان عم يشوفوا شو بده يعمل، وترك له احتياط بدون ما يقول له قائد الجيش تبع سنحريب. وسنحريب كان موجود حتى ما يقدروا يطوقوه او يقدروا عليه لبهنام. فات بهنام عمل الخطه ومشي فيها. قدر بظرف قياسي انه يهجم على الموقعين، على المنطقتين، ويحتلهم ويخلصهم ويصيروا تابعين لسنحريب بدون ما يتدخل احتياط بيو او الجيش اللي كان متواجد لحمايته بلا ما يعرف بهنام. ورجعوا عملوا احتفال كتير كبير، استقبلوه كأمير وسلموا بيو قيادة الجيش اللي كان بيستحقها بوقتها. إنما كيف عملت هيك؟ كيف صارت؟ قال له لبيو أنا عملت خطة جديدة، هي خطة المفاجأة. بعت عسكر من هون، عمل شرح لهم الخطة كلها. عبقري حرب، إنسان ذكي كتير وعبقري. بهيدا الوقت في كبير الوثنيين المسؤول عندهم قال لهم لكن لازم نروح نشكر الآلهة، لأنه الآلهة هي اللي ساعدت، مش بس عقله لبهنام اللي عطاه، إنما الآلهة هي عطته الإلهام كيف يفوت عليهم وقبيلتين كتير قوية كيف يربحهم. اقتنع بهنام طبعا، واقتنع بيو إنه نحن بدنا نروح لازم نصلي للآلهة. وبهنام كان كتير ملتزم بالأوثان، ملتزم بالأمور العسكرية وشاطر كتير، لدرجة إنه صار عنده مثل إذا بدكم فرقة مخلصة له، لدرجة موتوا بموتوا، عيشوا بعيشوا، روحوا يعني هيدي الفرقة اللي كانت معه كانت مخلصة له إلى درجة مستعد إنه تخون سنحريب إنما لن تخون بهنام. لهالدرجة صار محبوب من الشعب. وبيقول الراوي إنه لما دخل مر بهنام على منطقته بس ربح، المفاجئ انه الشعب كله كان باستقباله بطريقه ملفته للنظر. وطبعا سنحريب ما حتفرق معه انه ابنه ما حيعمل عليه انقلاب لانه وصل له الحكم يعني. فكان بس كمان كان سنحريب متفاجئ وما كان يعني اذا بدكم ناسي هالخبريه هاي. كان بالنسبه له على طول مبسوط بابنه شو عمل، وكان على طول يقول سنحريب انا تعبت وبوست ايادي قدرت وصلت على كرسي الاماره، لانه كان في امبراطور حاكم يسلمهم طبعا. المهم راحوا على عند المبنى اللي كانوا يصلوا او المعبد الوثني اللي كانوا يصلوا فيه. وهلا بدي اشرح لكم انا كل هالايقونات اللي عم تمرق قدامنا، كل ايقونه الى قصتها. راحوا على معبد الاوثان، صلوا، انبسطوا، شربوا الخمر. وطبعا بهنام مثله مثل الامراء كان عنده هالنساء معه، والاحتفالات عمت الدنيا. شاب يعني شاب فرس وفالت بهالبراري، مين بيقدر يهديه؟ كل يوم معركه، كل يوم مشكله، كل يوم. وبهنام على طول ما كان يخسر. هالانسان الاسد الماشي بقى بوسط منطقته ما كان حدا يسترجي، لدرجه صار اسم بهنام يوازي سنحريب، لبل توصل للامبراطور انه هيدا الزلمه انتبهوا منه قوي كتير، بتوكروه بالمهمه اللي بدكم اياها، لدرجه مستعد يجتاح مدن صار اذا بتعطوه جيش، لانه كتير عظيم بافكاره. اوكي مشي الحال بالنسبه لبهنام.
ننتقل شوي على سارة. هلا شو كان وضعها بالنسبة للإمارات؟ طبعا بهنام قلنا قديش كان محبوب من الشعب، صيته واصل، انتبهوا صيته واصل وحكمه لحدود فارس، العراق، سوريا، لبنان، وصل كان صيته لكل هيدي المنطقة. هيدا الفارس الأمير الجميل، لدرجة كان المناطق الثانية مستعدة انه تعمل معه معاهدة بدل ما تعمل معه حرب، نظرا لسيرته البطولية. طفل مدلل وحيد عن بيه، اخته كمان وحيده، كانوا مدللين جدا وربيانين بالمنطقه اللي هي بين العراق وايران. هلا يعني هي بلاد فارس. طبعا بسوريا شهرتهم كان كثير عظيمه نظرا لتقارب كمان المنطقه بين بعضها. وبهالوقت هيدي طبعا تحيه للشعب السرياني اللي كان هو حاكم بكل هيدي المنطقه، واللي كان هن السريان اساسا، يعني سريان اللي كانوا منتشرين بكل هيدي المنطقة. وطبعا نحن بنعرف عبر التاريخ، وإذا بدكم شي مرة بنحكيها بشكل مفصل، أول رسالة وصلت لربنا يسوع المسيح كانت من ملك سرياني ورجع له الرد. وأول إنسان آمن خارج حدود اليهودية كان ملك سرياني. ومار بهنام كان خلقان بهيدي المنطقة. هلأ بنحكي تفاصيل كمان أكثر. إنما سارة القصة المهضومة والقصة العاطلة اللي صارت معها. سارة كانت مدللة إلى درجة لما تظهر من القصر أما تقول لها على طول خدي معك حراس، ما تاخد معها حراس، تاخد شلة البنات أصحابها حتى يروحوا ويتساءلوا عمين عم يتساءلوا على الفقرة، يروحوا يهينوا الفقرة، يتساءلوا بالفقرة. كانت لعبتها للأميرة سارة إنه تروح تتساءل على الفقرة. ليش؟ هيك عادي يعني. كانت إيه؟ كانت إنه سئيلة، بنت ما يحبوها العالم، بس تمرق يهربوا من طريقه. يقولوا فرق بينه وبين خيا الامير الشهم اللي بيمرق بيزت لنا ذهب للفقره، عنده هالشعبيه. اخته الثقيله بتمرق على طول من عنا وبتتساءل علينا، تتساءل يعني ممكن تكون مرقه بشي محل تاخذ عبايته لواحد تخزق له ثيابه، تاخذ اكلاته تسحسح لهم، تعيط على الاولاد، ممكن تمرق تاخذ من دكان شغلات ما تدفع له. كانت عندها هذه الروح السمجه اللي فيها، واللي مسكنها شرير. بيوم من الايام ساره بيخطر على بالها تلاقي فقير مهرهر جدا نايم على هونيك ضفه نهر، وقدام داره حاطط الزواده حده. بتمرق ساره، هو غافل، بتقول لرفقته هلا شوف شو بدي اعمل فيه هيدا. فكروا انه ممكن تكبه بالنهر تدفشه، ممكن تعمل شيء، بتعملها يعني. كانت توصل سائلتها انه تعمل هاي الشغلات، والروح الشريره اللي فيها كانت بتقلها اعملي اكثر من هيك. توصل ساره وبتاخذ الزواده تبعيته للفقير اللي ما كان عنده غيرها، زواده مخزقه مهريه، ثيابه طالعه ريحته بتقرب عليه، فطسني بالريحه يعني، وهو داير ظهره ما ايش عينه. بتاخذهم تركض هي ورفقاتها وبيقعدوا على جنب، بتفتح الاكلات، خبز محمص، شويه حمص، فول، يمكن حيكونوا بعد شوي معفنين. بتقول لهم بدنا ندوق نشوف اكل الفقره كيف هو. اول خبزه محمصه، واو خبز محمص، بيقولوا انه الفقره ما عندهم اكل، بتعرفوا عم بياكلوا احسن يعني. ليك قديش طيب الخبز المحمص تبعهم التنور. بتاكل الخبزه، بتمد ايدها على الفول بتاكل منهم، بتاكل هالحمص كذا. كيف يقولوا انه اكل الفقره ما طيب؟ طيب وها تضحك. هلا بده يوعى ما وعي يطلع هو على الزواد، هن عم يضحكوا عليه وفلوا عم يضحكوا. كلنا اكلاته ما قبلوا هن ياكلوا معه، يعني هن شفقوا عليه اكثر. حرام عليك، قالت لهم شو حرام علي، بنضحك شوي. اكلت الاكلات تبعيته والباقيين كبتهم. هي بتفل من هون، هيدا الزلمه بيقوم ما بيلاقي الزواده تبعيته. هيدا الامر كانت عرفته ساره انه ما رح يلاقي الزواده تبعيته. بس اللي ما كانت عرفته ساره ابدا انه هيدا الانسان كان مريض بمرض معدي، وكان انسان مريض بالبرص. كان انسان كل جسمه حبوب، كل عنده مرض مهري جسمه، وهيدا المرض بيعدي. اكلت من اكلاته، مسكت الزواده تبعيته اللي كان عليها طبعا، يعني ما بدنا نحكي زياده مشان ما نقرفكم يعني، بس بتعرفوا مرض البرص كان الجسم يدوب ويوقع منه شغلات للجسم، غير انه عم تاكل من وراه. ساره ما كانت عارفه هذا الامر، وراحت على بيتها مبسوطه. بعد فتره اخوتي ساره بتصير تمرض، بتصير تتعب، بتصير عليها حراره. بيجيبوا لها الحكمه، يوم رشح، يوم يمكن عندها وجع راس، يمكن هلا الامراض القديمه اللي يفحصوها مع اللي بتقوم كسل، ضربة شمس، ما بيأثر، لحد ما بلشت اول بقعه تطلع بوجهها. عندها
اصدقاء ال100 وال200 وال300 صاروا 50 صاروا 40 صاروا 20 ما عاد حدا زارها. مش لانه ما بده حدا يزورها انه من بعيد لبعيد، لانه مرعبه، والحكمه قالوا ممنوع بقى حدا يفوت لعندها. عندها يعني اللي بده يفوت لعندها بده يكون ممنوع يتقرا. اذا بده يتقرا بدها تحط شرشف على ايدها امها تتناولها شغله، والشغله اللي بتاكل منها ممنوع، ولا بتعدي القصر كله بيروح. وبيا ما عاد استرجفت لعندها، صار عن الباب سنحريب. كيفك يا بنت؟ منيحه يا بيي. شكلها ما تتصوروا. فوتوا واعملوا بحث عن مرض البرص وشوفوا البشاعه، شوفوا الشكل، شوفوا شو هالمرض اللي بياكل جسمك اكل، اللي بدوب لك جسمك. روح عنه وشوفوا هالمرض هيدا شو خطر. وتصوروا انتم اقرب الناس لها بتبطل قادره تفوت لعندها، ان كان من ريحتها، من شكلها، من العدوى اللي ممكن تعديكم اياها. خلص لبست البرقع، ممنوع تطلع. يعني ولا أسوأ من هيك عقاب، ولا أسوأ من هيك منظر. وطبعا بهيدا وكله انتبهوا اخوتي كثير منيح، الله ما بيجربنا، الله ما بيعاقبنا. التجربة من الشرير ومن أعمالك أنت اللي بتحاسبك. يعني هي الأعمال اللي عملتهم هي سوت فيها هيك، مش الله انه لك الله عم يربيها، لا. وانتبهوا كثير منيح، ما حدا لا يتمسخر على جاره ولا يقول خرجوا لك الله شو عمل فيه. لك الله شو عمل فيه؟ منين جايبينها هي لك الله شو عمل فيه؟ تقول لك الله شو عطاه، الله كيف شفاه. الشفاء من الله، التجربة من المجرب، من الخطر، من الشيطان. ما تقولوا ما في شيطان، الشيطان عم يجربكم، الشيطان اللي عم يخليكم تعملوا هيك. ما في شيطان. لكن داعش شو بنسميه؟ الامر اللي صار باسطنبول شو بنسميه؟ الامر اللي صار بالموصل شو بنسميه؟ اعمال مين هيدي؟ اعمال مين؟ ابن الجيران؟ اعمال مين؟ حقارة الشيطان وألاعيبه. هيدي هي الشيطان، اعمال شيطانية. كل هالحروب وكل هالدمار اعمال مين؟ قنبلة هيروشيما مين اللي زتها؟ لك الله شو عمل فيهم لانه ضربوا الامريكان؟ شو هالحكي هيدا؟ انه شو هالحكي هيدا؟ ابن الله تعذب وسامحهم على الصليب وما ضربهم. ابن الله ربنا يسوع المسيح تمسمر وانجرح وتنتف وحطوا له هالاكليل وجروه على الارض وحملوه صليب فختلوا كتفه. الجرح السادس اللي بننساه على طول، ما تنسوه، الجرح السادس تبع يسوع المسيح، ربنا يسوع المسيح كتفه. شو قال؟ بمحبة يا رب ما بيعرفوا. ايه بس الله عادل، الله بيحاسبكم هونيك، بتشوفوا ساعتها الحساب. الله لقديس فاوستين بدهم يفوتوا من باب رحمتي ولا من باب عدلي؟ ويدلوا يلي بفوت من باب عدله للرب، لأنه ما حدا فينا منه خاطئ. أنا خاطئ وأنت خاطئ، كلنا بنعمل خطايا. أنا بصلي لك اليوم يا رب عن كل اللي عم يشاهدونا، بنقول يا رب نترجاك نفوت من باب رحمتك مش من باب عدلك. مين فينا بيحمل يفوت من باب عدله؟ مين فينا بفوت؟ اخوتي المجرب هو الشرير، واللي جربها لسارة هو الشرير. الله رحمها، الله دل على متى اللي رح يشفيها. الله شفاها رغم كل الخطايا اللي عملتها ودعيها بنته. هيك الله بيعمل، يدعينا أبنائه. الله بياخدنا أبناء، ما بيجربنا. ما حدا بيجرب ابنه وبيأذي ابنه. الله نحن أبناء الله، نحن صرنا أخوة ليسوع. لما قال يسوع قال له ليوحنا خذ أمك، هي مريم العذراء أمك. عملنا كلنا أخوته وكلنا أولاد مريم العذراء. الله بده يأذينا؟ مريم العذراء ما حتطلع فينا؟ كيف؟ مين بيقول لكم هالشيء هيدا؟ شو هالحكي؟ بس مشيئة الله إلها شغلات نحن ما بنعرفها. مين بيعرف فيكم؟ مين بيعرف فينا شو مشيئة الله؟ طبعا مشيئته اللي بنعرفها اللي بنريدها انه هو بينا ونحن ابنائه، اكيد. الامور اللي بنجهلها بمشيئة الله مين بيقدر يعرفها؟ مين بيقدر يعرف الله شو مخبر لك بكره مفاجأة؟ الله على طول بينجزك بملاكه الحارس، ما تفوت من هون، فوت من هون. بتقلي كيف؟ بالعلم اللي بيعلمك اياه. بيقول لك يا اخي انت اذا عم بتولع الغاز حطيت ايدك ما حتحترق؟ ما الله علمك اياها هاي. الله علمك وحط لك كل شيء. مين اللي عطى الفكرة حتى يصير في فيسبوك، حتى يصير في انترنت، حتى يصير في سيارة؟ المؤمن والمخترع، في كتير مخترعين مؤمنين. الله عطاني هيدي الموهبة وهي الفكرة حتى أعملها. الله عطاني الموهبة حتى أقدر بشر بيسوع المسيح. الله عطاك الموهبة حتى تقدر تعمل بيت كتير حلو
من حجار. الله اعطاك موهبه تكون نجار، الله اعطاك موهبه انا ما بعرف فك السياره وكون مع الميكانيسيان، ما بعرف كيف البنزين بيجي، ما بعرف. بروفيسور احلى حكيم، اقوى حكيم قلب، بيعرف يصلح سيارته؟ ما بيعرف يصلح سيارته. بيجي ميكانيسيان ما بيعرف يقرا ويكتب بيصلحها. طب ولو ما انت طبيب وانت متعلم وكل الشهادات عندك، ما بتعرف تصلح سياره؟ لا، ما بيعرف يصلح سياره. بيجي الانسان اللي ما بيعرف يقرا ويكتب بيصلح له اياها. كلنا بحاجه لبعضنا، وكلنا جسم واحد، بيقول ماربولوس، وكلنا للمسيح. هيدا هو المسيح وهي نحن. الرب، انتبهوا كثير منيح، ما بيجربنا، الشرير هو من يجرب الشرير. وانا ناطر اتصالاتكم هلا كمان، رقم التليفون رح يطلع قدامنا. اذا كانت تاخذ من الفقره وتعمل فيه مقالب وصار معها المرض. بهيدي الايام كان القديس الناسك متى موجود بالمنطقه وعم بيقوم بالعجائب، واحدى الخادمات بتقول لمرته سنحريب اذا بنجيب هيدا المسيحي حتى يشفيها. البي بيسمع مسيحي، مسيحي نحن الالهه بتزعل منا، الالهه اللي عم بتباركنا، لك كيف بدي فوت مسيحي انا على بيتي؟ انا المسيحي انا عم بضطهدهم، عم بضربهم، شو هالبدعه اللي جايبينها؟ نحن الهتنا هي اللي بتشفيها. قالت لأمتها بدون ما يعرف سنحريب روحي دوري لنا عن ناسك متى وتعي. راحت. الناسك متى بهالوقت هيدا كان اخوتي اخذ القرار انه يدخل على الغابه الجوانيه اكثر ويعتزل الناس، لانه صارت الناس تقدسه، صار الناس يجوا لعنده يركعوا يبصوا له يبصوا له اجره. قال انا ما بدي، المجد لله، دائما لله، مش انا اللي امجد، ربنا يسوع المسيح اللي يمجد. وفات على السحره اكثر، غمق اكثر، مثل ما رمطانيوس عليه السلام غمق اكثر، فات لجوا ما بقى بده يشوف العالم. دوروا عليه ما عاد لقيوه، بغابه بقى غابات، مش مثل هلا صحراويه لانه صاروا يقصوا الشجر وياخذوها، كان بعد في الغابات شاسعه هنيك. بهيدا الوقت ساره عم تمرض كثير، مربهنام مشغول باله على اخته اللي هو كمان ربيان هو اياها اللي بحبها، اخته الوحيده. بقرر مربهنام انه يطلع رحله صيد، وطبعا على طول كان ياخذ معه رفقاته ال40 50 زلمه، هول اللي قلت لكم انه مستعدين يروحوا معه للموت. بياخذ معه هال50 زلمه، بيروحوا عم يسرحوا بهالعراق، عم يسرحوا بهالاراضي الطيبه، عم يسرحوا بالموصل اللي تحررت نشكر الله عليها، واللي ما قدر ابدا لا داعش ولا غير داعش انه يقيمها من رسالتها وانه يقبع من جذورها داير مربهنام وساره الموجود. بيسرح بهالاراضي هاي بالموصل هونيك، بفوتوا فجاه بيلاقي قدامه غزال، بيلحقوا للغزال حتى يصطادوا، بيركض وراه هو ما بيقدر، بيغمق بالغابه بيضيعوه. بيتعبوا هو ورفقاته. كنا هلا عم نشوف ايقونات كيف لاحق غزال وكيف ماشي ورا غزال مربهنام. بيتعبوا بيناموا هنيك. بهيدا اليوم بصير عنده رؤيه بالليل، بيقول له فيها ملاك انه يا بهنام قوم وفوت وتعرف على الناسك متى. الناسك متى قوم وهو رح يجاوبك عن كل اسئلتك. بهيدي الايام كان بهنام عم يسال اكثر كيف الانسان بيجي على الحياه، كيف يروح من الحياه، انا بعمل هجوم بقتل في ناس، وين بيروحوا هالناس بكره انا اذا بموت؟ صار عنده هالاسئله هي، مين واجد هذا الكون كله؟ معقول الالهه الجامده بهيدا المعبد هي؟ عم يسال. وبرحله صيده الله لمس قلبه. كنا قلنا انه الله يرى في الظلام ويرى مداخل الانسان. هون الله بيشوفك جوات ضلوعك. فات قام من النوم، اكلين الشباب ارنب عشيه واصطادوه. قالوا له يا خينا بهنام عم نركض نحن فرسان اقوى 40 50 فارس معك، بنشوف غزال بنضيعها، نتعشى ارانب. طبعا بالصحراء في ارانب. قال لهم لا، رح نرجع نلحق الغزال. يعني طبعا ما فهموا عليه انه بالرؤيه قال له الملاك رجع اتباع الإيل اللي انت شفته الغزال. بيرجع بيلمحوه بيتبعوا، بيفوت وراه بيوصل على محل يتحول هذا الغزال الى ملاك الرب، وبيقول له هون الكهف اللي عايش فيه الناسك متى، فوت واحكي معه. بهذا الوقت اخوتي متى كمان بيطلع من قلب المغاره اللي هو قاعد فيها، بيقول له اهلا، بيقول له انا اسمي، قال له بهنام وهون رفقاتك، اهلا وسهلا بالشباب. قال له شو عرفك؟ قال له الملاك اللي بشرك امبارح انت ونايم اجى لعندي وقال لي رح يجي لعندك الامير بهنام، انت امير ابنه لسنحريب، امير هيدي المنطقه كلها، رح تصير امير بالرب، رح تصير امير. قعدوا يا شباب قعدوا، احكي لنا
وبلش الناسك متى يحكي لهم كيف الله أوجد الحياة، كيف صار الخلق، مثل ما هلا نحن بنتعلمها بالكتاب المقدس بالإنجيل، مثل ما بنتعلمها حكى لهم إياها كلهم. طبعا الأمر أخذ يوم ويومين وثلاثة وأربعة وجمعة وجمعتين قاعدين معه هن عم يصطادوا وياكلوا وعم ببشر وصولا إلى ربنا يسوع المسيح. بس قبل كيف اجوا الأنبياء، كيف اجى النبي إبراهيم، كيف رجع طلع الشعب من مصر، كيف اجى إسحاق، اجى يعقوب، كيف صارت التقدمة بدل ما تكون بإسحاق الله بعت له الخروف، كيف نزلوا سدوم وعمورة. وكتير فهم مار بهنام اللحظة بالحياة، لحظة القرار. لحظة القرار أخوتي اللي كل واحد منكم لازم ينتبه لها. لص اليمين بلحظة كان رايح على جهنم، راح على الجنة، مش هيك؟ بلحظة يا رب اذكرني في ملكوتك، لحظة كلمة قالها خلص. شو صار بالمقابل؟ مرته للوط كمان بلحظة كانت رايحة على الخلاص، طلعهم من سدوم وعمورة رايحة على الخلاص، اطلعت لورا وصارت ملح بلحظة. مرته للوط صارت ملح وراحت على الجحيم لأنه ما سمعت كلام الله، وبلحظة لص اليمين بكلمة اذكرني في ملكوتك راح على الجنة. أخوتي عم نحكي عن مار بهنام وسارة، خلونا بالوقت المتبقي معنا رح نسمع مقطع من أغنية وتحية لأهل الموصل، تحية للعراق، وبرجع بقول لكم كيف شفيت سارة وشو صار مع مار بهنام وسارة. بنسمعها تحية لأهلنا بالموصل. يا موصل أرضك ممنوع عليها الكفار ضلوا، شمعة من كنيسة يسوع تضوي عترابك كله. يا موصل أرضك ممنوع عليها الكفار ضلوا، شمعة من كنيسة يسوع تضوي عترابك كله. داعش لو هان الصلبان طفى شموع المضوية، شرد رهبان الإيمان خلى جراسك محنية. ولو مهما تهب النيران بكنيسة مسيحية، بكرة بيعود الرهبان عكنايسهم تيصلوا. يا موصل أرضك ممنوع عليها الكفار ضلوا، شمعة من كنيسة يسوع تضوي عترابك كله. جراسك نايسنا الأحرار بالموصل عم بتنادي، داعش أقسى من الكفار لصلبوا عيسى الفادي. لكن رح بيطل نهار تتحرر أرض بلادي، وينه يرجع ابن الدار تا يخلص من محتله. يا موصل أرضك ممنوع عليها الكفار ضلوا، شمعة من كنيسة يسوع تضوي عترابك كله. موصل خاطرها مكسور، حاكمها سوء الطالع، ما خلوا ريحة بخور طفيوا هالجمر الوالع. ومهما زرعوا الأرض فجور وعتمها الفجر الطالع، رح نقلع عتم الديجور تنزرع نور محلو. يا موصل أرضك ممنوع عليها الكفار ضلوا، شمعة من
خير من النجف بعونة ربي من أرضك ما منقبل غير كفار الأرض فلوا ناموس الأرض ممنوع ليها الكفار ضلوا شمعة من كنيسة يسوع تضوي عطراب الكل. عودة معكم أخوتي وتحية إلى أهل موصل أهل العراق. مبروك التحرير، مبروك كل واحد اليوم أزاكم ربنا يسوع المسيح شايفه ملائكة الرب معكم، وبعده مار مخيل مار رفيل مار جبرائيل بعدهم هن ذاتهم أمس واليوم إلى الأبد مع ربنا يسوع المسيح. ما تفكروا أنه متروكين أبدا أنتم. رح كمل. إذن مار بهنام عندها قال له لمتى الشيخ، قال له أختي مريضة، قال له بس أنا متمسك هون ما بقدر بنزل لتحت لأنه نادر إنه ضل هون. قالوا له رفقاته خلص منجيب سارة لهون، يلا منجيب سارة. رجعوا ال40 فارس مع معبر مهنام، وطبعا بعد ما قضوا معه بحدود شهر أو 40 يوم رجعوا. خبر أمه شو صار، أمه باركت الموضوع، قالت له إذا متى بده يشفيها يلا. أخذها وراح. بس راح وصلوا عند متى كمان، قعدوا هونيك فترة، عمدها لسارة وما قبل إلا ما يتعمد معها كمان ال40 جندي ومر بهنام اللي كانوا ناطرين عمادهم حتى تجي سارة. مجرد ما صلى متى القديس الناسك على المي وصبهم على سارة كأنه عم تتحمموا والوحل نزل عنكم، راح كل شيء، رجع وجه الأبيض، رجع وجه الملائكة، ركعت وبكيت عقد عدد الفقراء اللي ظلمتهم واللي اعترفت شو عملت، وطلع منها الروح الشريرة اللي كانت ساكنتها. وعندها سارة فاتت بروح القداسة وبدها تبشر الكل حتى لو هالأمر كلفها حياتها. وحكوا الموضوع انه نحن أوثان بدهم يعدمونا، مستعد تلمذوا على ايدين القديس متى ورجعوا. بس رجعوا شافها بيا ما سألها كيف عملت لك، عند أي حكيم أخذتها، دار الدبكة، دار الرقص، دار الخمر، بدك تخبرينا شو صار بليلة الاحتفال. نزلت والقصر كله معبى، العالم كلها واقفة، الملك مبسوط، سنحريب رافع راسه، والمسؤول عن معبد الأوثان قال له شفت بركة الآلهة شو عملت، لأنه جمعة الماضي عدمت 4 مسيحيين، شوف كيف الآلهة باركت بنتك وصحت. نزلت سارة والأمير، قال لها بي قدامهم كلهم اشكري الآلهة وقولي لهم كيف شفيتي، عند مين شفيتي؟ قالت له أنا اللي شفاني ربنا يسوع المسيح الإله الواحد، مش الأصنام الحجر اللي عندك. مار بهنام قال له نفس الشيء، هيدا هو اللي لازم نعبده يا بيي. كسر الطاولات، كحش الناس اللي عنده، عيط عليهم، طلعوا على اوضهم. قرب كبير الكهنة الأوثان قال له حضرة الملك إذا بدك تبقى هيك الإمبراطور مش حيقبل، وبيبعت من روما قوة بتدمرنا كلياتنا، بدمر المنطقة، بيشيلك عن الحكم. العالم كله عم يضطهد المسيحيين، جاي انت تقول انه بنتك وابنك مسيحيين، اول شيء بتخسروا الكرسي. لا، تلقط بالكرسي، الكرسي مسك دخيلكم، مسك الكرسي. بهالوقت هيدا نزلهم على السجن، صاروا يضربون يخبطون ويقولوا لهم سامحونا عم نضربكم بأمر من بيتكم، اعتبروها انه مرحلة ومرأة، جلدوهم بعدنا عند ربنا يسوع المسيح. لأجوا الحراس هال40 إنسان أو 50 شخص، أخذوهم هربوه من الحبس لبهنام وسارة وراحوا عند متى الشيخ. هن ورايحين وصلوا لهونيك قالوا له نحن هيك صار معنا، وصاروا يصلوا استقبلهم متى الشيخ. بس كان عارف انه بيهم رح يلحقهم، شو بده يعرفوا وين نحن؟ بالغابة بيضيع فيها الكل. بس مثل ما كان في يهوذا كمان كان في خاين. شفتوا الشرير على طول هو اللي بيكون موجود، رحمة الله أقوى. دلهم وينني بيهم بهالوقت هيدا كان بيفقد أعصابه، بيقول له عدمون، أنا ما عملت هالكرسي هاي، ما عملت هالمملكة حتى تخسر كرمال ابني، بجيب غيره، يلا عادي. لحقون وصلوا لهونيك وفعلا أعدمون. كانت مرته طبعا بحالة انهيار عصبي، أعدمون. لحقتهم المرة أولادي دخيلكم، قدرت وصلت لهونيك، وصلوها الحراس، كان انعدموا. بيهم جن، من بعد ما جن بعد بفترة، مرق تقريبا بحدود 3 أشهر، جن على الشيء اللي عمله. كمان صار يبكي عند مرته، قال لها أنا شو عملت، وعي إنه أنا قتلت أولادي، خديني مطرح ما هن ماتوا. بتاخده لهونيك، وهيدي حادثة صايرة تاريخيا فعلا. بصير يبكي، بيبوس إيده للمتى الناسك، بيقول له
اللي بدك اياه، بس خلي اولادي يرجعوا. قال له ما بنقدر. قال له بس خليني يقولوا لي انه سامحناك. كمان بيتلمذ ببشروا متى الناسك باللي صار، وبهالوقت هيدا قد ما بكي هو ومرته بيظهر لهم يعني هيدي القصه الحقيقيه اخوتي، بيظهر لهم مر بهنا ومر ساره، مسامحينك يا بيي، مسامحينك يا امي، مشوا على درب الرب. مزبوط، انا يا ابني ماشي على درب الرب، لو بخسر كل مملكتي يسوع هو المخلص. وبنى اهم واحلى دير لمار بهنام وساره الموجود بالعراق بالموصل، من اقدم واحلى الاديره اللي جربوا شياطين داعش انه يشيلوه. وكان استشهادهم ب10 كانون اول، عيدهم ب10 كانون اول سنه 385 استشهدوا، وبني هيدا الدير اللي ما قدرت ابدا ايادي داعش الا انه تدمر قسم منه، انما بقي والمخطوطات بقيت. بيعطيه العافيه ابونا اللي كان مخباها تحت الارض وبسراديب معينه، لا داعش ولا غير داعش بقوا عليكم. بركه مار بهنام وساره تكون معكم مار بهنام وساره يا اهل الموصل، ما تخافوا ابدا، العذراء معكم، ما تخافوا من الموت، معنا رب الحياه، الموت ما بتخوفنا منه، ما بتهددنا بالموت، معنا رب الحياه، الكنيسه واحده، كل عيد وحده كنيسه وانتم بخير. مار بهنام وساره بركتهم يكون معكم، سلام الرب يسوع معكم، الى اللقاء.